انت عارف يعني ايه تختفي شويه وترجع تلاقي نفسك عايز تبدا من اول وجديد؟ بصراحه الفتره اللي فاتت انا كنت مختفي ما بعملش اي حاجه، رغم اني كنت بدات خطوات حلوه في صناعه المحتوى. بدات سلاسل وصورت فيديوهات، لكن وقفت ليه؟ يمكن عشان الاستمراريه صعبه، يمكن عشان كنت مشغول، ويمكن عشان كنت بدور على نفسي وسط كل ده. بس رجوعي المره دي ليه سبب. اكتشفت ان صناعه المحتوى ليها قيمه اكبر من مجرد فيديو بتنزله وتعد مشاهداته. ليها فايده في حياتك وفي علاقاتك، في شغلك وشخصيتك نفسها. اللي احكي لك عليه في الفيديو ده هو الفايده البسيطه في صناعه المحتوى اللي وصلت ليها. بدايتي في صناعه المحتوى ما كانتش احسن حاجه، كانت زي اي حد لسه عايز ينزل ويشهر نفسه وخلاص. الموضوع بدأ معايا في نص ثالثه ثانوي، نزلت فيديو تحفيزي للثانويه العامه. فجأة الفيديو اتشهر وانتشر بشكل غريب وجاب مشاهدات كبيره جدا. الطبيعي اني قلت خلاص هكمل على نفس الموجه. بدأت اجمع فيديوهات وارفعها على القناه. بس هنا كان اول خطأ كبير جدا في بدايه الرحله. طب ليه؟ اولا الفيديوهات دي ما كانتش بتاعتي اصلا، يعني خلينا نقول كده انها كانت مسروقه، فطبيعي واجهت مشاكل مع نفسي وحقوق الطبع والنشر. تاني حاجه، الجمهور اللي كان بيتابع النوع ده من الفيديوهات كان مختلف تماما عن الجمهور اللي انا كنت عايز اوصل له، وده اثر بالسلب على القناه كلها. بعد كده قلت لا، لازم اغير الطريق. قررت ابدا اصور بنفسي. اول فيديو طلعت فيه بوشي كان بعنوان الهندسه الاجتماعيه. بصراحه التصوير كان تعبان والمونتاج كان وحش قوي. طب والاداء؟ كنت حافظ السكريبت حرفيا كاني في امتحان شفوي. بس مع كل الاخطاء دي نزلت الفيديو. بعدها جربت ان اعمل فيديو شبه الفلوج. من هنا بدات اخد خطوات صغيره بس حقيقيه. دخلت على سلسله دردشه رمضانيه في 2024، اول سلسله اعملها بالكامل. الصوت كان ضعيف، التصوير ما كانش قد كده، والمونتاج كان متواضع، بس في الاخر بدأت. وده كان اهم قرار. في المرحلة اللي بعدها كانت تحت الغطاء الرقمي، فكرة مختلفة شوية، محتوى صوتي ومعاه فيديوهات. كنت بتكلم عن موضوعات متنوعة. وبعدين حصلت النقلة اللي حسيت انها رفعتنا خطوة لقدام، سلسلة كيف كان وكيف سيكون في رمضان 2025. في السلسلة دي اتكلمنا عن تطور الذكاء الاصطناعي عبر الزمن. الفرق هنا كان واضح، تصوير احسن، مونتاج مظبوط، وكمان كان ورايا دعم مهم جدا من صحابي واخويا سمير حصري اللي فتح لي الاستديو بتاعه ووقف معايا في كل حاجه، ولسه لعند دلوقتي واقف معايا. بعدها نزلت فيديوهات متنوعه، فيها اللي جاب مشاهدات كويسه وفيها اللي ما جابش. طب ايه اللي خلاني ارجع تاني لصناعه المحتوى؟ لان صناعه المحتوى اثرت في حياتي بطريقه عمري ما كنت اتخيلها. اول حاجه العلاقات، اتعرفت على ناس كويسه جدا وناس مشهوره وناس شافت شغلي في المونتاج وعرضوا عليا اشتغل معاهم. يعني مجرد فيديوهات هاوية لقيت نفسي ببيع خدمة وبكسب منها. تاني حاجة انك بتفيد وتستفيد، ناس كتير استفادت من اللي بقوله حتى لو الموضوع تقني وصعب شوية. انا عن نفسي كنت براجع واتعلم. تالت حاجة دعم الناس، في ناس وقفت جنبي وشجعتني جدا، وفي اللي اتريق عليا في هزار، وفي اللي كمل دعم وفضل يشجعني. والدعم ده فرق معايا الصراحه وحببني في الموضوع. واحب اشكر اصدقائي الدكتور محمد دهشان، المستشار محمد عبد الغني، والمستشار ابراهيم دهشان. احلى مسا عليكم. هم اللي شجعوني اكتر ان اكمل واقترحوا عليا حاجات وساعدوني في حاجات. وفي اللي ما كانش فاهم انا بقدم ايه او المحتوى مش مفهوم بس برضه بيتفرجوا. رابع حاجه تصحيح الاخطاء، مفيش فيديو بينزل كامل، كل مره في غلطه، ومع كل غلطه كنت بعرفها من صحابي او من اي حد كنت بكتسب خبره من الغلطه وبتطور اكتر بعدها. خامس حاجه تطوير مهارات جديده، اتعلمت ازاي اتعامل مع السوشيال ميديا وامنتج فيديوهات واصمم صور مصغره وافكر في محتوى يليق بالناس. المهارات دي لوحدها تعتبر شغلانه كامله. سادس حاجه البصمه الشخصيه، صناعه المحتوى بتديك مساحه تعبر عن نفسك بطريقتك، الناس بتتعرف عليك وعلى اسلوبك وده بيخليك مختلف عن غيرك. سابع حاجه الالتزام والتنظيم، المحتوى خلاني اتعلم ازاي التزم بمواعيدي واظبط وقتي واوازن بين الدراسه والشغل والمحتوى. فهمت ان صناعه المحتوى مش مجرد شغل على الكاميرا، ده اسلوب بينظم وقتك، بيغذي عينك بصريا وبيعلمك الصبر ويخليك تشوف نفسك وتتطور يوم بعد يوم. يعني لو بصينا مريت على 3 مراحل مختلفه، وكل مرحله كنت بتعلم واتطور عن اللي قبلها. بس المشكله اللي دلوقتي واقفه قدامي ان الاستمراريه صعبه، اوقات الظروف بتوقفك واوقات بتفقد الحماس. لكن اللي اتعلمته من الرحله دي انك لو وقفت مش نهايه العالم، الاهم انك لما ترجع اقوى واحسن من الاول. اللي جاي باذن الله هيكون مختلف، الموسم 0.1 ستايل جديد وشكل جديد. واتمنى قريب جدا احقق حلمي واعمل سيت اب كامل في بيتي عشان ابقى مستقل واقدم محتوى احسن باصدار مختلف موسم 0.2. ما تنسوش تدعولي وتدعموني.
وفي اخر فيديو احب اشكر المصور الغالي بتاعنا فوتوغرافر الفوتوغرافر اسامه النجار، واللي ورا الكاميرا احمد صديق ومعاهم محمد. شكرا لكم. بس سلم اه عليكم والله. شكرا لكم. ما وراء الكواليس. هات اسام، هات اسام. ده اعلى واحد. وبعلمك الصبر منهم ان اسامه بيفضل يرخم كتير واحنا بنصور على قبلها. صور مقدما يعني ولا ايه؟ بص عندي فكره هقولها لك بس اخلص، مش موجود على اليوتيوب.